الرسالة الأولى رسالة دعم وشكر وتقدير وثقة في القيادة السياسية والحكومة المصرية وجهاز الأمن والشرطة وقواتنا المسلحة. وآن الأوان إن احنا نضرب بأيدي من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأراضي المصرية وترويع المصريين. الرسالة الثانية هي رسالة للمجرمين الذين لم يتعدوا قوانين الأديان فقط بل تعدوا قوانين الإنسانية. أقول لهم: أنتم مأجورين، أنتم خونة، أنتم محتلون عقليا وفكريا، أنتم لن تنالوا من مصر، بل مصر التي سوف تنال منكم ومن أجهزتكم ومن من ورائكم. ولم تزيدوا شعب مصر والمصريين إلا تماسكا وألفة ومحبة ورحمة. أنتم الخونة. أقول لهم: أنتم التي مصر سوف تنال منكم بعد أن تتخلى عنكم شياطينكم وأجهزتكم ودولكم. إن شاء الله مصر سوف تنال منكم. الرسالة الثالثة رسالة لشعبنا المصري والذين وذوي المفقودين والشهداء المصريين. أقول لهم: إن كان الثمن هو مصر والأراضي المصرية وشعب مصر وتفتيت مصر، فالتضحية تكون في هذا الوقت واجب وطني وشرعي. والمقصود ليس أقباط وليس مسلمين، المقصود البلد بمسلميها وأقباطها. من وضع القنبلة في الكنيسة هو وضع القنبلة في المسجد، هو تعدى كل قوانين الكون، كل قوانين الإنسانية. ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم ونحسبهم عنده، وندعو الله عز وجل أن يكون لهم هو الخليفة في مالهم وأهليهم وذويهم.